السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هجاوب على كل الاسئله اللي بتخص نظام التعليم الطبي في روسيا. اسئله زي: هل هتخرج وانت كفء؟ هل الشهاده اللي هتاخدها هتكون معتمده؟ ايه هي اصلا معنى ان الشهاده تكون معتمده؟ اخبار التدريب العملي ايه؟ واخبار الدكاتره ايه؟ لو انت مهتم بالدراسه في روسيا وخصوصا الطب اعمل اشتراك ويلا بينا نبدا. السؤال الاول: هل هتتخرج وانت كفء؟ الاجابه لا، ولكن اي حد بيتخرج من اي كليه طب في اي حته في العالم بيكون غير كفء. في مصر بتاخد سنتين امتياز، في امريكا بتاخد سنه انترنشيب، في انجلترا بتاخد 2 فاونديشن يير. كل الحاجات دي بتكون تدريب او بتكون كماله لتعليمك. يعني انت في مصر ما بتسجلش في الوزاره او ما بتكونش طبيب غير بعد ما تخلص الامتياز. كمان في امريكا ما بتاخدش رخصه مزاوله المهنه او الرخصه النهائيه لمزاوله المهنه غير لما تخلص سنه الانترنشيب. وكذلك الحال بالنسبه لبريطانيا. يعني لو دكتور الامتياز ده او دكتور الانترنشيب ده عمل غلط في المستشفى مش هو اللي بيحاسب عليها، اللي بيحاسب عليها اللي فوقيه على طول، النايب بتاعه او الريزيدنت. فانت بتبقاش طبيب غير بعد ما بتخلص السنتين دول، وبعدين لما بتبدا في الريزيدنسي او انك تبقى نايب ده برضو بيكون تدريب وبيكون في حد اعلى منك، فطريق الطب طويل. انا عارف ان دي مش الاجابه اللي انت كنت مستنيها، ولكن كان لازم اوضح الحته دي في الاول. ونيجي للاجابه الحقيقيه، يعني ايه كفء فيما يتعلق بالدراسه في روسيا؟ يعني بيكون عندك المعرفه النظريه والعمليه اللي تكافئ اقرانك المتخرجين من مصر او انجلترا او امريكا. وهنا برضو الموضوع هيتقسم لحاجتين: هل الجامعه بتديك المحتوى العلمي الكافي اللي بيؤهلك لده؟ واتنين: هل انت بتعمل المجهود الكافي في تحصيل العلم ده؟ ويلا نقسمهم بقى. هل الجامعات في روسيا بتديك العلم الكافي اللي تقدر تكون بيه دكتور ماسك نفسك؟ الإجابة يعني مثلا في الباطنة السنة اللي فاتت كنت بستعين بمصادر مصرية ومصادر أمريكية ومصادر إنجليزية، هي نفس المواضيع: الأزمة، القرحة، السكر، الضغط، أمراض القلب، أمراض الشرايين. طبعا في اختلاف في التفاصيل بين كل منهج جامعة وجامعة، ولكن الحاجات الأساسية أو الأصول ثابتة. واستعانتي بالمصادر بتاعة مصر وأمريكا وبريطانيا وحتى المصادر الروسية خلتنا نشوف بقى الفروقات بين نظام التعليم هنا ونظام التعليم هنا ونظام التعليم هنا. في مصر لسه للأسف بيعتمدوا على التلقين أو التحفيظ. يعني مثلا الكورس اللي بياخدوه الطلاب المصريين في الباطنة بيكون عبارة عن درس ثانوية عامة ولكن جلوريفايد شوية، نضيف شوية، بتاع طب. برضه نظام التلقين والتحفيظ، وده بيبقى كذا ولما تشوف دي حط دي. ده نظام التعليم في مصر. في امريكا مثلا حاجات زي اوسموسيس وحاجات زي الكتيريو بتبقى فيها معلومات ولكن مش معلومات عميقة او بتبقى معلومات سطحية، واللي بيعوز يذاكر بقى بيذاكر من كتب، والكتب بتبقى عميقة قوي فيها معلومات كتيرة قوي. فده بيوريك برضو الفرق بين النظم التعليمية في كل دولة. ولكن الرك عليك انت في الحاجة التانية من المعادلة، اللي هي هو ايه اللي ايه صباح الفل، انك انت تجتهد بقى وتستغل المصادر اللي الجامعة بتديها لك او اللي موجودة على النت. يعني طالب في روسيا يقدر يستغل كل المصادر من مصر ومن انجلترا ومن امريكا ومن اي دولة تانية. انا بقول انجلترا وامريكا كتير عشان دي الدول اللي بتتكلم انجليش، وانت في الاغلب هتعلم بالانجليش، فبيكون اسهل عليك ان انت تدرس بالانجليزي. كمان برضو الطالب في مصر لما بيعوز يحضر معادلة او يزود من معلوماته بيستعين بالمصادر الامريكية او الانجليزية. فهل تتخرج وانت كفء؟ لا، ولكن زيك زي زمايلك مش هتتخرج وانت كفء، ولكن لو انت اجتهدت وعملت اللي عليك هتتخرج زي اقرانك اللي بيتخرجوا من بقية الدول. فانت بس اجتهد واستغل المصادر وحاول تذاكر بذكاء. السؤال التاني: هل الشهادة معتمدة؟ وهنا نخش في الجدل بقى. اول حاجة عايز اتكلم عن فكرة معتمدة دي في العموم، مش شهادة الطب بس اللي جاية من روسيا. مفيش حاجة اسمها معتمدة. المكان اللي بيديها لك هو بيعتمدها لك. يعني كورسات الانجليزي المعتمدة من جامعة هارفارد في السنبلاوين دي هي معتمدة من المكان بتاع السنبلاوين، ولكن مش معتمدة من هارفارد. حتى لو معتمدة من هارفارد وانت ما حققتش التارجت، يعني انت ما اتعلمتش ليفل الانجليزي ده، لو متوثقة من رئيس جمهورية امريكا هتفرق معاك في ايه؟ انت بتحصل العلم. فما تروحش ورا كورس انجليزي بيقولك معتمد من كذا، لا، روح كورس انجليزي هيديك تتعلم انجليزي. مش هتفرق الشهادة والله صدقني، في انجليزي او في طب او في اي حاجة تانية. طبعا في طب عشان تشتغل، ولكن قصدي ان الورقة دي ما بتعملش حاجة، اهم حاجة امكانياتك انت. نرجع بقى لشهادة الطب بتاعت روسيا. هنا هنقسم الموضوع لحاجتين: جوه ام الدنيا وبره ام الدنيا. الفترة الأخيرة المركز الأعلى للجامعات بقى بينزل لستة بيحدثها كل شوية ب10 15 جامعة، هم دول اللي ينفع تعادل بيهم شهادتك لما ترجع مصر. فخش على موقع المجلس الأعلى للجامعات وشوف آخر تحديث بالنسبة لهم. بره ام الدنيا مش هتفرق بقى، اي حد عاوز يشتغل في امريكا، انجلترا، المانيا لازم يعمل المعادله، سواء متخرج من مصر، سواء متخرج من روسيا، سواء متخرج من اي حته، فهو لازم يعمل الامتحانات دي. في امريكا عندك اليو اس ام ال اي ستيب 1 ستيب 2 سي اس وسي كي وستيب 3.
في انجلترا عندك البلاب 1 والبلاب 2 واللي هتتغير بقت UKMLA. وفي ألمانيا بتحتاج برضو انك تتعلم اللغة طبعا في الأول، وبرضو امتحان معادلة طبية. أي دولة في العالم بتحتاج انك تعادل الشهادة، مش تعادلها يعني تبقى مساوية بتاع البلد، ولكن هو طريق بيحتاج يمشي أي حد جاي من بره الدولة دي. فمش هتفرق إذا كنت متخرج من روسيا أو من مصر أو من أي حتة، انت بتحتاج تعمل الامتحانات دي عشان تثبت حرفتك او معرفتك بالمعلومات الطبية اللي هم عاوزينها تكون عندك عشان تقدر تشتغل عندهم. السؤال الثالث: ايه اخبار الدكاترة؟ الدكاترة كويسين، فيهم الحلو فيهم الوحش، في اللي عنده ضمير في اللي ما عندوش ضمير زي اي حتة في العالم. ولكن الطالب المصري بالذات بيتقابله مشكلتين في التعليم بره مصر. المشكلة الاولى هي اللغة. انت جاي مثلا تدرس بالانجليزي، فانت لازم تكون قوي جدا في الانجليزي عشان تقدر تستقبل العلم اللي جاي لك. لو انت عندك مشكلة في اللغة اصلا مع صعوبة الطب، الموضوع هيبقى صعب جدا، فده بيخلي الموضوع اصعب، وبتحس ان النقص عند الدكاترة مش عندك انت. يعني قبل ما تيجي تدرس بالانجليزي لازم تكون تتفرج على افلام الاجنبي من غير ترجمة، لازم تكون واثق في لغتك جدا عشان تتخطى حاجز اللغة وتبدأ تخش في الطب نفسه بقى. في بقى الانجليزي بتاع الطب ده تتعلمه بالخبرة، ولكن لو الانجليزي بتاعك كويس انجليزي الطب ده هيجي بسهولة. ولكن لو الانجليزي بتاعك مش كويس مش تقدر تتعلم الطب اصلا، سواء هو بيتشرح لك او ما بيتشرحلكش، لان انت اصلا ما بتستقبلوش. فظبط لغتك كويس قوي وبعد كده الطب هيجي ان شاء الله. لو هتدرس بالروسي فاستغل السنة التحضيري دي كويس جدا 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 في انك تتعلم اللغة، عشان برضو اللغة ما تبقاش عائق قدامك في دراسة الطب. المشكلة التانية هو ان احنا خارجين من ثانوية عامة، متعودين نروح السنتر، المستر يشرح لنا ويقول لنا احفظوا الصفحتين دول، وتروح الامتحان بتاع الثانوية العامة او بتاع السنتر تكب الكلام اللي انت حفظته من الكتاب او اللي المدرس شرحه لك. التعليم الجامعي مختلف تماما عن كده. التعليم الجامعي مثلا من اول المحاضرات اللي هاخدها في التشريح هو الابر ليمب بونز، العظام بتاعة الابر ليمب من اول كتفك لحد صباعك، في بتاع 32 عظمة، وكل عظمة علاقتها بالعظمة اللي فوقيها والعظمة اللي تحتيها ومكونة من ايه وعلاقتها بالمفاصل. فهل الكلام ده هيتشرح لك في الساعتين بتوع السكشن او بتوع المحاضرة؟ لا مستحيل، حتى لو الدكتور جاي يقول كل حاجة عنده مش هيقدر يوصل لك الكلام ده في ساعتين. انت محتاج مثلا 8-9 ساعات عشان بس تغطي الماتيريال دي. فالدكتور هيديك رؤوس اقلام، هيقول لك ايه الحاجات المهمه ايه الحاجات اللي مش مهمه ايه الحاجات اللي تركز عليها. ولكن هو الدكتور خلاص ما مش هيشرح لك، هو الدكتور بيعلمك تصطاد ما بيديكش السمكه. فبس نتخطى موضوع احنا ما خدناهاش في الفصل دي او ما اتشرحت لناش، لان انت خلاص بقيت راجل جامعي. وفي التعليم الجامعي خلاص انت بعد فتره تتخطى استاذك، لان انتوا الاتنين عندكم البيزكس، وبعدين بقى انتوا الاتنين بتفكروا. ما بتعديهوش من سنة أولى، ولكن بتعديه لما بتتخرج لو أنت طالب أحسن. يعني العلماء بتوع النوبل دول ما هم عندهم أساتذة، فهل هم خدوا كل التعليم من الأساتذة؟ لا، الأساتذة اديتهم الأساسيات وهم شغلوا دماغهم وفكروا وابتكروا وبقوا أحسن من أساتذتهم. فخلاص التعليم في إعدادي وثانوي وابتدائي في مصر هو إن المدرس بيكب لك المعلومات اللي عنده في دماغك، وانت لو انت احسن حاجة في الدنيا وذاكرت احسن حاجة في الدنيا هتبقى مساوي للمدرس بتاعك. ولكن في الجامعة المدرس بيديك الطريق وانت تذاكر وتفهم وتحفظ لحد ما يكون مطلوب منك انك تتخطى المدرس، لان في ابديتس بتحصل وانت عندك وقت اكتر من المدرس بتاعك انك تلحق الابديتس دي. فلو انت مبقتش احسن من المدرس بتاعك فانت عندك عيب. طيب ازاي نظام السكشن والميد تيرم والفاينل؟ هنا للاسف مفيش تعويض في الفاينل. هنا مثلا انت عندك في المادة في الترم في 16 سيكشن، وفي 3-4 ميد ترمات، وفي فاينل في اخر الترم. لازم عشان تخش الميد ترم لازم تعدي كل سيكشن. في السيكشن بتاخد درجة من 2 3 4 5. 3 و4 و5 دول انت نجحت، و2 ما نجحت. في واحد صاحب الله يمسيه بالخير اسمه سيد قال لي بيحترموا الانسان يا اخي، ما بيدوكش صفر. 2 دي ان انت ما نجحتش، ولكن انت قريب من النجاح اللي هو 3، ولكن انت عندك معلومات عشان كده انت ما خدتش صفر. فمحدش بياخد صفر ومحدش بياخد واحد، هو 2 انك ما نجحتش، 3 و4 و5 انك نجحت. فلو معدي كل السكاشن بتاعتك قبل الميد تيرم بتخش الميد تيرم وتاخد درجة برضو من 2 3 4 5. وعشان تخش الفاينل لازم تكون معدي كل الميد تيرمات. الفاينل او الميد تيرم او اي امتحان في الجامعات الروسية بيكون عبارة عن انه بيديك عدد من الاسئلة ويديك وقت تحلها وتفكر فيها، وبعدين تروح تناقشها مع المدرس. فهو تحريري على شفوي مع بعض. لما بتروح تناقشها مع المدرس مش لازم انك تروح تسمع اللي في الورقة دي عشان يعديك. لو انت بتجاوب بأحسن من 4 مثلا وعشان يديك 5 بيسألك أسئلة زيادة، أسئلة غير الأسئلة اللي عندك، مش مختلف عنها تماما ولكن أسئلة متفرعة منها
عشان يشوف فهمك للموضوع، مش بس انك بتسمع الكلام في الورقة. السؤال الاخير، ايه اخبار العملي؟ من سنة اولى فانت عندك مادة اسمها التدريب، بتخلص السنة وبيبقى عندك تدريب شهر لشهر ونص. تبدأ من سنة أولى مساعد تمريض، تانية برضو مساعد تمريض، تالتة مساعد تمريض، رابعة وخمسة وستة بتكون مساعد طبيب، وتبدأ تاخد مسؤوليات. بس بتاخد مسؤوليات بناء على ايه؟ بناء على ثقة الدكاترة فيك. يعني مثلا لو انت ابيض ومش عارف حاجة ولغتك مش قوية، مش هيدوك مسؤوليات. لو انت كويس وعايز تتعلم وباين عليك انك عندك امكانيات، هيدوك مسؤوليات زي انك تاخد تاريخ مرضي، زي انك تودي مريض للعمليات، زي انك تحضر عمليات. كمان بره التدريب ده انت ممكن تروح في اي وقت لاي دكتور في اي تخصص، تقول له انا طالب هنا في الجامعة وعايز امشي معاك النهاردة، عايز امشي معاك الاسبوع ده، عايز اكون معاك الشهر ده. محدش هيقول لك لا. فالتدريب العملي موجود ومتاح لكل الناس، ولكن انت لازم تكون عندك اقل القليل عشان تقدر تمارس او تعمل العملي اللي انت عاوز تعمله. بس ده كان كل اللي عندي، ولو انت عندك اي اسئلة انا موجود في الكومنتات. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام عليكم.